مين بيعمل أحلى أشطوطة بلبن ولا حلواني اللورد؟ طلبت من اللورد أشطوطة مانجا وبيستاشيو. هو بيعمل ميكسات مختلفة وبيعمل أشطوطة عليها الأربع إضافات اللي هم الفور سيزون، بس للأسف ما لقيتهاش عنده، كانت خلصت. ومن بلبن جبت أشطوطة مانجا، ما عندوش اختيار مانجا وبيستاشيو مع بعض. أنا جربت البيستاشيو قبل كده من عنده وطعمه مش أقوى حاجة، أنا بفضل المانجا من عند بلبن أكتر. بلبن بيقدم الأشطوطة عبارة عن رز ولبن، طبقة خفيفة تحت وفوقيها كيكة متسقية في اللبن ومن فوق المانجا. طعم الميكس كله خطير. الرز بلبن والكيكه طعمهم خفيف جدا وسكرهم مظبوط، مش مسكرين قوي، والمانجا طعمها حلو برضو. اما القشطوطه بتاعت اللورد عنده من غير رز ولبن، كيكه متسقيه في اللبن وطعمها خطير جدا. تحسها اغنى في الطعم شويه من بلبن وسكرها اعلى شويه، اعتقد مستخدمين لبن مكثف. اما المانجا بقى ما عجبتنيش، خصوصا هو حاطط سيرب مانجا كده طعمه زي عصير المانجا المحفوظ، زي ما تكون بتاكل ملبس مانجا كده، طعمه مش حلو خالص. ولو كان اكتفى بس ان هو يحط قطع المانجا كانت هتبقى احسن بكتير. اما البيستاشيو طعمه عالمي، عليه قطع مجروشه كده، في فرق كبير جدا بين كريمه الفستق بتاعت بلبن وكريمه الفستق بتاعت اللورد. لو اللورد قرر ان هو يعمل كريمه بيستاشيو سبريد كده ويبيعها في برطمانات زي بلبن، اعتقد ان هو هيكتسح الكل، هيبقى براند عالمي. لو عايز اشطوطه مانجا خليك في بلبن، لان سعرها ارخص بكتير، 65 جنيه بس. اما لو عايز اضافات تانية زي البيستاشيو او اللوتس والنوتيلا، يبقى عليك وعلى اللورد وسعرها كان 95 جنيه. سلام.